كان في تصريح للكابتن حسام حسن كان بيتكلم فيه عن اختياراته لمنتخب مصر، ولما احد الصحفيين سأله وقال له يعني انت ليه بتضم من 11 ل 13 لاعب ما بين الاهلي والزمالك؟ فرد عليه وقال له ان اللعيبه في الدوري المصري لا تستحق الانضمام للمنتخب، وكمان اتكلم عن عمر مرموش. المشكله اللي موجوده عندنا، حتى لو كان تصريح حسام حسن مظبوط ان في بعض اللعيبه ما تستحقش انها تتواجد في المنتخب، لا كمان ممكن كمان اتفق معاه ان هي لا تستحق انها تلعب كوره اصلا. يعني احنا مش مختلفين حوالين ده خالص يعني. لكن الفكره ان في حاجات ممكن تقولها في وسائل الاعلام، وفي حاجات ما ينفعش تقولها في وسائل الاعلام، لان دي حاجات بتصدر مشاكل كبيره جدا. من ضمن المشاكل اللي بتصدرها انت كده هنا بتقول للعيبه اللي انت خدتها وضمتها للمنتخب انت ما عندكش بديل، وبالتالي هو الراجل مش هيطلع احسن حاجه ممكن تكون موجوده عنده عشان ما فيش بديل. الحاجة التانية يعني ما بتخليش أي لاعب ممكن يكون بيجتهد ويكون عنده إحساس، أو إنك أنت هيكون عندك النية في إنك أنت تضمه للمنتخب في وقت من الأوقات. الفكرة إن حسام عنده مشاكل كبيرة مع الإعلام، وده مش وليد اللحظة دي، موجود الحقيقة من أوقات كتيرة جدا. عشان كده إحنا بنقول يا جماعة في دور مهم جدا لمنسق إعلامي يكون موجود، يكون هو دوره اللي يتكلم، ويكون هو همزة الوصل أو الربط ما بين جهاز المنتخب الوطني وما بين وسائل الإعلام. لأن ملكة التصريحات والدبلوماسية في التصريحات والتصريحات اللي أقولها واللي ما أقولهاش ما بتكونش موجودة، ولو هي موجودة عند أي حد ما كانوش عملوا منسق إعلامي في معظم الجهات، يعني حتى بعيدا عن كرة القدم. الحاجة التانية اتكلم مع عمر مرموش وقال إن هو هيعمل جراحة، وطلب منه ان هو يأجلها. برضو مش المفترض يا حسام ان احنا نتكلم في حاجة زي كده، لان النهاردة اللي يقدر يقول لك ان كنت تعمل عملية او تأجلها وما تعملهاش هو الطبيب المعالج. فانا مش هينفع ان انا اقول له تعملها او لا، لان دي وجهة نظر طبيب في حاجات ملناش وجهة نظر فيها. الخلاصة، منسق الاعلامي للمنتخب منصب مهم جدا انه يكون موجود، وما يتمش برضو تعيينه بالوساطة وبالكلام اللي انتوا كلكم ممكن تكونوا عارفينه. لازم حد يكون عارف ازاي يتعامل مع وسائل الاعلام، وازاي يربط ما بين جهاز المنتخب وبين وسائل الاعلام.